السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد في سلسله تايب سكريبت، وفي الفيديو ده هنكمل على اللي خدناه المره اللي فاتت. كنا بدانا في البيزك تايبس وعرفنا البيزك تايب زي السترينجز والنمبرز والاريز وغيره. النهارده هنكمل حاجتين لزاز ظراف جمال جدا مفيهمش اي مشاكل، الا وهما الاوبجكتس والفانكشنز. تمام، تعالى نبدا بالاوبجكت لان الاوبجكت برضو امرها سهل الى حد ما. فتعالى مثلا نعمل كده ايه اوبجكت. لو انا مثلا قلت له مثلا ان انا عندي كونست مثلا داتا، داتا دي هتكون اوبجكت، وليكن مثلا في ايه عندك مثلا نيم ده عنده فيرست. تمام، فيرست ده يبقى نوع سترينج، سوري مش سترينج، يبقى مثلا اياد. وعندك لاست هيبقى مثلا ايه ALSHERIF عشان انا ما بعرفش اسبل لي اسمي. وعندك مثلا ايج 24. تمام، لا 23 بس، بس كولون هنا او كوما. وعندنا ايه تاني؟ وعندنا مثلا حاجة زي ايه، زي الهوبيز اللي هي الهوايات. نقول له مثلا هنا ايه بروجرامينج، جيمنج. تمام، ريدنج. انا بكتب كل ده جوه سترينج واحد، فتعالى نقطعه. تمام بهذا المنظر. تمام، انا كده عملت ايه اوبجكت. تمام، الاوبجكت ده جافا سكريبت عاديه جدا مفيهاش اي حاجه، بيكمبايل اللي هو اهو. تمام، الفكره بقى ان احنا عايزين نعرف طيب الاوبجكت اللي قدامي ده ايه. فلو جبنا كده الماوس حطيناها على داتا، هتلاقي ان طيب الاوبجكت عباره عن ايه، عباره عن نفس شكل الاوبجكت بس باختلاف ان كل كي اللي هو مثلا زي نيم وايج وهوبز وكده ما قداموش داتا، لا ده قدامه تايب. تمام، فلاحظ مثلا ان الايج قدامه بريمتيف تايب عادي نمبر، الهوبز قدامها بريمتيف تايب اللي هو سترينج اري. تمام عادي، او مش بريمتيف قوي يعني، بس تايب عادي زي اللي احنا عارفينهم يعني، سترينج اري. طب بالنسبه لنيم، ما هواش بريمتيف، ما هوش قدامه قيمه واحده. تمام، لا هو قدامه اوبجكت، فالتايب بتاعه عباره عن اوبجكت. تمام، عنده فيرست سترينج ولاست سترينج. تمام، احنا ممكن ناخد الكلام ده كله. تمام، ونعمله ايه، ونخليه التايب بتاعه. تمام، بهذا المنظر. انا دلوقتي مثلا لو جيت مثلا زودت اي حاجه هنا، مثلا قلت له مثلا اي كي بيساوي اي قيمه، هيعترض ليه؟ هيقول لك لان التايب بتاع الاوبجكت اللي انت محدده فوق ده، تمام، ما فيهوش الكي ده. تمام، بيقول لك اوبجكت literally only specify known properties، والبروبرتي اللي بتحددها دي does not exist. تمام يا سيدي. تمام، حقيقي يعني التايبس بتاعت الاوبجكت هي مرايه للاوبجكت نفسه. يعني هنا التايب كان فيه نيم عباره عن اوبجكت، عندنا هنا النيم سترينج لاست سترينج، عندنا هنا فيرست سترينج ولاست سترينج، عندنا ايج نمبر هوب سترينج عندنا. تمام، حلو الكلام، حلو الكلام. يخلص الكلام على كده؟ لا، الكلام ما يخلصش على كده، هي بس عايزين اي نقطتين زياده. اول حاجه ان زي ما انت شايف الاوبجكت هو عباره عن كي فاليو. تمام، فالكي عندنا احنا عارفين بسترينج. تمام، او نمبر. يعني مثلا ممكن يبقى عندي كي مثلا اسميه 43، الفاليو بتاعته هتبقى مثلا ايه بوليان مثلا يعني. تمام، هاجي هنا اقول له انا عندي الكي اللي اسمه 43، الفاليو بتاعته ايه فولس مثلا. تمام، حاجه بالمنظر ده. فاحنا عارفين ان الكيز بتاعتنا ممكن تبقى سترينجز، ممكن تبقى نمبرز، ممكن تبقى سيمبلز دي حاجه مالهاش استخدامات كتير، بس احد الاستخدامات انها تبقى كيز في الاوبجكت بتاعتنا. تمام، والفاليوز تبقى اي حاجه. فبالتالي زي ما الفاليوز تقدر تبقى اي حاجه، يعني الفاليو بتاعتي ممكن تبقى بريميتيف، ممكن تبقى سترينج او نمبر او بوليان. تمام، ممكن تبقى نون بريميتيف، ممكن تبقى اوبجكت او اري، ممكن تبقى فانكشن. فكل الكلام ده نقدر نحطه كذلك كتايبس الاوبجكت بتاعتي، مفيش اي ليميتيشنز على الموضوع ده. تمام، ده اول حاجه. تاني هم هو ان احنا عندنا كذلك ميزه زياده في الاوبجكت بتاعتنا، الا وهي ان انا ممكن احط ان بعض البروبرتيز بتاعت الاوبجكت بقى تبقى اسمها ايه، لا اله الا الله نسيت. تبقى اوبشنال. تمام، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا عندي البروبرتيز بتاعت الاوبجكت بتاعتي ايه. تمام، دي الداتا بتاعتي انا. تمام، وليكن مثلا ان انا عايز اضيف مثلا خانه زياده اسمها مثلا از، اسمها مثلا ايه وليكن مثلا فاميلي مثلا ممبرز. تمام، وده انا عايزه يبقى string array. تمام، يعني ان انا عايز اضيف خانه زياده. الخانه الزياده دي اللي هو لو حد حابب ان هو يضيف اسامي افراد عيلته يحطهم في ايه، في array بالمنظر ده. بس انا مش عايز اخليها يعني غصب على كل الناس تحطها، لا انا عايز اخليها اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز يحط ما يحطش. تمام، فعايز اخليها اوبشنال، عايز اقول له ان ده ممكن يتحط ممكن ما يتحطش. مش عايز الناس تيجي تعمل لي ايه، مش عايز الناس تيجي تعمل لي فاميلي ممبرز تبقى array فاضي عشان يسكتوه خلاص. انا مش عايز كده، لا انا عايزها يا اما لو موجوده يبقى فعلا فيها قيم، لو مش موجوده تبقى مش موجوده خالص. فاقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اقدر اعمل الكلام ده ان انا اخليها اوبشنال بروبرتي عن طريق ان انا اجي بعد اسمها احط علامه استفهام. علامه استفهام، انا كده عملت ايه؟ انا كده قلت له ان فاميلي ممبرز دي اوبشنال، يعني ممكن تكون موجوده، لو موجوده هتبقى بسترنج
array تمام زي ما انا محددها هنا، او ممكن ما تكونش موجوده، واحنا عارفين ان اي قيمه مش موجوده عندنا في جافا سكريبت، في جافا سكريبت او بقول لك في جافا سكريبت مش في تايب سكريبت، لا في اي حاجه مش موجوده في جافا سكريبت تبقى ايه؟ تبقى undefined. فهو تلقائي فهم لوحده ان انا عايز الفاليو دي تبقى يا اما string يا اما undefined، بدل ما انا اجي اكتبها بنفسي كده ان هي يا اما string او undefined. هو فهم ان انا عايز اكتب كده تمام لما قلت له انها ايه؟ اوبشن، لان هو ده معنى الاوبشنال اصلا، ان الحاجه يا اما تبقى موجوده بقيمه او مش موجوده خالص فتبقى undefined. فدلوقتي لو جه اياد وما حطش فاميلي ممبرز عنده هتشتغل عادي. لو جه حط فاميلي ممبرز وقال لك مثلا ان هم عباره عن مثلا تايم، تمام، تايم وصبا، تمام، اخواتي الصغيرين، فهتشتغل عادي وهترضى وكل حاجه. المشكله بس او المهم بس ان هو ما يحطهمش مثلا ايه، ما يحطهمش مثلا بسترينج مثلا كده، مش هتشتغل، لان هو قلت لك ان لو موجوده لا انا عايزها اري اوف سترينج مش بس سترينج، تمام، او بنمبر لا انا قلت لك اري اوف سترينج مش نمبر، وهكذا، تمام، او مش موجوده خالص، يعني يا اما تبقى موجوده بقيمتها الصح يا اما مش موجوده ايه خالص، تمام. دي تقريبا كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الاوبجكت تايبس، تمام، دي كل حاجه تعرفها عن الاوبجكت تايبس فقط لا غير. اوكي طيب ممكن نعرف ايه اكتر عن كده عن التايب سكريبت؟ ممكن نعرف الفانكشن تايبس. تقول لي ايه هي الفانكشن تايبس؟ هقول لك هنعرف دلوقتي حالا. فكره الفانكشن تايبس هي فكره ان انا بدي تايب لفانكشن. يعني هنعمل المثال اللي كل حاجه تقريبا عملته، مفيش توتوريال تايب سكريبت مش هتشوف فيه المثال ده، اللي هو انا عندي فانكشن، الفانكشن دي اسمها اد دي بتاخد مني اكس وواي، تمام، وبتريتيرن ايه؟ اكس بلس واي، تمام. دلوقتي هتلاحظ ان انا عندي ايه؟ ايرور. الايرور ده راجع ان الفاريبلز دي التايب بتاعها اني، ودي مشكله في التي اس كونفيج بتاعي، ممكن احط فيها حالا. هو ان انا الغي ده تقريبا. تعالى كده نشوف. اتحلت، تمام. الفانكشن دي فانكشن عاديه في جافا سكريبت، عباره عن انها بتاخد رقمين بتجمع، تمام، تاخد رقمين بتجمعهم. بالنسبه لجافا سكريبت دي عاديه جدا. بالنسبه لتايب سكريبت، تايب سكريبت ما عندهاش اي فكره ان الفانكشن دي بتاخد رقمين، ما عندهاش اي معلومه تقول لها انها بتاخد رقمين، تمام. محتاجين نديها شويه تايبس. الفانكشن بتاخد تايبس فين؟ الفانكشن بتاخد تايبس في مكانين. اول مكان هو البارامترز، تاني مكان هو الريتيرن تايب، تمام. البارامترز لازم تديها تايب، وده مش بمزاجك، ده ريكوايرد، لكن الريتيرن تايب بيبقى اوبشنال او مش اوبشنال، بس ممكن اعمل له انفير، هنشوف ازاي، تمام. انا دلوقتي بقول له ان الفانكشن دي بتاخد رقمين. تعالى كده نشوف الرقمين دول نوعهم ايه بالنسبه له. نوعهم اني، يعني هو كده شايف ان الفانكشن دي بتاخد حاجتين ايا كانوا هم ايه، تمام. وكان في اوبشن كده انا طفيته من شويه اللي هو نو امبليسيت اني، يعني هو دلوقتي شايفهم اني بمزاجه، يعني هو قراهم كده ان هم ما لهمش تايب فهو اني، مش انا اللي عملت لهم اني كده بالمنظر ده. وهنعرف اني تايب يعني ايه كمان شويه، او يعني في الفيديوهات اللي قدام، تمام. يعني انا ما عملتهاش اني بايدي، لا هو فهمها لوحده من الكونتكست، هو ملهاش تايب فاعتبرها انها اني، تمام. في العادي احنا بنحط كده اوبشن ان نو امبليسيت اني بترو، فعشان ما اسيبش اي حاجه تبقى اني منها لنفسها كده، لان ده خطر، يعني ده معناه انها ممكن تبقى اي حاجه، واحنا بنستخدم تايب سكريبت عشان نحل مشكله ان مفيش حاجه تبقى اي حاجه، تمام. يعني لان احنا عندنا مشكله دي في جافا سكريبت، انا عندي في جافا سكريبت بنحلها باستخدام تايب سكريبت، فنروح جايين في تايب سكريبت طافينها، لا يبقى احنا كده بنستعبط. فاحنا عايز نعرف ان احنا عندنا فانكشن، الفانكشن دي بتاخد اتنين بارامترز، عايزين نقول له دول بيبقوا نمبرز. فنقول له ازاي؟ نقول له بطريقه الانوتيشن العاديه جدا بتاعتنا، ان احنا نيجي بعد اسم البارامتر نقول له نمبر، عادي جدا. تعالى عند الواي قول له ان هو نمبر، تمام. كده انت عملت حاجتين، كده انت حليت مشكله الامبليسيت اني، دلوقتي الاكس والواي ما بقوش اني باي شكل من الاشكال، وفي نفس الوقت كده عرفت اي حد هيستخدم الفانكشن دي، الفانكشن دي بتاخد ايه؟ بتاخد منك ايه، تمام. ولاحظ ان في نفس الوقت انت حليت مشكله ثالثه، هو انك حطيت ريتيرن تايب للفانكشن. فهو دلوقتي شايف ان الاد فانكشن عنده، تمام، زي ما انت شايف كده فانكشن اد بتاخد منه اكس اللي هو نمبر وواي اللي هو نمبر وبتريتيرن نمبر. هتقول لي تمام الاكس نمبر والواي نمبر ماشي حطيناها بايدينا، طب الريتيرن نمبر دي جابها منين؟ الريتيرن نمبر دي عمل لها انفير من استخدامك للفانكشن. بمعنى مثلا ان انا لو كان عندي فانكشن وليكن مثلا اسمها say hello، تمام. فانكشن say hello دي ما بتاخدش مني اي حاجه بس بتريتيرن hello. بص كده الفانكشن دي هيبقى الريتيرن تايب بتاعها ايه؟ string. عرفها منين؟ عرفها من استخدامي للفانكشن. هو شايف ان انا بريتيرن string، اذا الفانكشن دي الريتيرن تايب بتاعها string. طب لو انا مثلا كان عندي if statement مثلا if math دوت random اكبر من النص، هريتيرن مثلا 10، تمام. لاحظ الفانكشن دي بتريتيرن رقم احيانا وبتريتيرن سترينج احيانا. بص كده الريتيرن تايب بتاعها بقى ايه؟ بقى يا اما 10 يا اما هلو، تمام. او ممكن نقول يعني انها بتريتيرن ايه؟ ممكن نقول مثلا برضو math دوت random في 10، تمام. يعني يا اما تريتيرن رقم يا اما تريتيرن سترينج. بص كده الريتيرن تايب بتاعها هيبقى يا اما نمبر يا اما هلو اللي هي ايه؟ سترينج. ونعرف هو ليه قال هلو مش سترينج، تمام.
تمام، يعني ممكن حتى نخليها string ان احنا نعمل مثلا let مثلا greeting equals hello ونقول له هنا return greeting كده دلوقتي هتبقى ايه؟ يا string number. المهم الفكره في كل ده ان هو فهم الريتيرن تايب بتاع الفانكشن من استخدامي للفانكشن واستخدامي للداتا جوه الفانكشن. هو لما انا كانت الفانكشن بتاعتي كده بس شايف ان انا عندي فاريبل نوعه سترينج انا بعمله ريتيرن، اذا الفانكشن دي بتريتيرن سترينج. لما اضفنا انها ممكن تريتيرن يا سترينج يا نمبر، هو فهم انها تلقائي بتريتيرن يا اما سترينج يا اما نمبر. تمام. لما انا عندي هنا فانكشن بتاخد رقمين وبترجع نتيجه جمعهم، فاكيد نتيجه جمعهم دي مش سترينج، اكيد نتيجه جمعهم ايه؟ نمبر. لو انا خدت مثلا الاثنين دول وعملت لهم مثلا كده ايه وحطيتهم جوه الستراكتور او السترينج فانكشن كده، فهو بيجمعهم بس بيرجعهم بشكل سترينج. بص كده هترجع لي ايه؟ هترجع لي سترينج في الاخر. خد بالك؟ تمام. طب لو انا مثلا عايز اضمن ان الفانكشن دي بترجع لي حاجه معينه، يعني مثلا انا شايف انها بتاخد رقمين عايزه ترجع لي كمان رقم، فانا ممكن اجي هنا بعد الاقواس بتاعتها تمام اديها ايه؟ اديها كده نمبر. تمام كده انا بفرض على الفانكشن دي انها تريتيرن نمبر في كل الحالات. تمام. فهيطلع لي ايرور. يطلع لي ايرور فين؟ عند ريتيرن، لانها دلوقتي مش بتريتيرن نمبر. انا قايل له انها بتريتيرن نمبر بس هي ما بتريتيرنش نمبر. فانا كده ايه؟ احلل ايرور ده. تمام. طب هتقول لي مش انت قلت لي انفر التايب على قد ما اقدر؟ هو كان بينفر التايب صح. طب انت ليه بتحط انوتيشن على ريتيرن تايب؟ هقول لك الانوتيشن بتاع ريتيرن تايب ده مش لان انا مش واثق في الانفرنس بتاعت تايب سكريبت، لا، هو انا واثق في الانفرنس، انا واثق انها هتنفر التايب بتاعها صح. بس الفكره ان انا بحطه لسببين. اول سبب هو دوكيومنتيشن، تمام، ان انا كده اي حد يشوف الفانكشن دي يقدر يفهمها بكل سهوله ان هي بتاخد رقمين وبترجع رقم واسمها اد، فاكيد بتجمع رقمين. تاني حاجه عشان اضمن ان طيب ان الفانكشن بتاعتي بترجع التايب اللي انا عايزه. تمام. مفيش حاجه في النص تخليها ترجع تايب مختلف او الريتيرن تايب في النص يتغير من غير ما انا اخد بالي. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا يعني آه دلوقتي انا كاتب له انها بتريتيرن نمبر. تمام. انا مثلا ممكن اجي اعمل كده. تمام. انا ممكن اجي اعمل كده. انا كده لما كده عملت كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان تايب سكريبت عملت ايه؟ جمعت لي اكس وواي، طلعوا لي رقم، جمعتهم مع سترينج فاضي، فالنتيجه طلعت سترينج. تمام. لو انا ما كنتش حاطط الانوتيشن كنت هشوف انها بترجع رقم عادي، لكن هي في الواقع بترجع ايه؟ سترينج، وانا مش واخد بالي. فانا بحط الريتيرن تايب ده عشان اضمن ايه؟ اضمن ان الفانكشن بترجع التايب اللي انا عايزه، اللي انا عامل حسابي عليه، بكل بساطه يعني. تمام. بكل بساطه احد اشهر الامثله على ان انا اكتب ريتيرن تايب هو ان مثلا ايه؟ لو احنا مثلا بنعمل حاجه زي كده. تمام. انا مثلا مش هكتب ريتيرن تايب وهعمل لك مثلا اقول لك ايه if x plus y اكبر من 10، اقول لك return x plus y. تمام. ومش هحط ريتيرن دي. تمام. انت دلوقتي الفانكشن تبان لك عاديه جدا. تمام. الفانكشن تبان لك عاديه جدا، نقول لك لو الجمعهم اكبر من 10 رجعهم لي. تمام. فتيجي تبص الفانكشن دي بتريتيرن ايه؟ تلاقيها بتريتيرن نمبر اور انديفايند. ليه نمبر اور انديفايند؟ لان انت دلوقتي عندك الفانكشن ممكن تريتيرن ممكن ما تريتيرنش، واحنا عارفين الفانكشن ما بتريتيرنش، بتريتيرن انديفايند. تمام. فانا لو مش عامل الريتيرن تايب بتاعي كده، تمام، لو مش كاتب الريتيرن تايب بتاعي ما كنتش هاخد بالي من الغلط. تمام. هو هتقول لي طب ما كان عليها ايرور اصلا. ايه الايرور اللي كان عليها؟ هقول لك الايرور اللي عليها ان نوت اول كود باثز ريتيرن فاليو، ودي برده حاجه ممكن يبقى لها علاقه بالتي اس كونفيج، ممكن تطفي فانت ما تضمنهاش. تمام. فالاصح انك تحط الريتيرن تايب بتاعك عشان تضمن ان الفانكشن دي ريتيرن تايب اللي انت محتاجه. لو تبص كده يقول لك ايه؟ فانكشن لاكس اندنج ريتيرن ستيتمنت اند ريتيرن تايب داز نوت انكلود انديفايند. يعني بيقول لك ان انت دلوقتي كاتب انها بتريتيرن نمبر وهي مش كل حاجه بتريتيرن نمبر. في عندك حاجه غلط. يعني ممكن مثلا اقول له كده ريتيرن مثلا اكس بس مثلا، يعني كده نظام انها بتريتيرن نمبر وكل حاجه صح. تبص كده هي فعلا بتاخد رقمين وبتريتيرن ايه؟ رقم تالت. طيب عندنا ايه تاني ممكن نتكلم فيه عن الفانكشنز؟ ممكن نقول حاجه سريعه جدا ان زي ما احنا عندنا في الاوبجكتس كان عندنا اوبشنال بروبرتيز، عندنا كذلك في الفانكشن ممكن نحط اوبشنال بارامترز. تمام. دلوقتي الواي بقى اوبشنال. لو تيجي تبص كده على التايب بتاعه هتلاحظ ان الواي ايه بقى؟ يا اما نمبر يا اما undefined. تيجي تبص كده على استخدامك للواي يقول لك الواي از possibly ايه؟ undefined، لان الواي يا اما نمبر يا اما undefined. تمام. فانت لازم تتعامل على اساسه. تيجي بقى تعمل مثلا كونديشنز كده، تقول له مثلا اف واي وتبدا ايه؟ تشتغل. تمام. تاخد الكود بتاعك تحطه جوه الفانكشن دي. تمام. تعمل هنا مثلا return x مثلا، حاجه كده. تمام. اهو لازم تعمل كونديشن تتشيك ان الواي ده موجود ولا مش موجود، لان هو يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه؟ undefined. تمام. دي احد الطرق انك تعمل حاجه اوبشنال. تمام. هل في طريقه تانية؟ اقول لك في طريقه تانية. ممكن بكل بساطه تيجي عليه وتدي له ايه؟ تدي له اوبشنال فاليو. تمام. لو جيت تيجي تبص على الواي دلوقتي بقى اوبشنال برضه. هتقول لي اوبشنال ليه؟ هقول لك اوبشنال لان انا لما اجي استخدم الفانكشن دي، لما اجي اعمل اد كده، ممكن ادي له اد اكس ب 10 واسكت. تمام. كده ما اديتوش واي. تمام. بس الواي
يعني هو اوبشنال بس مش اوبشنال وانديفاين، يعني مش اوبشنال من اللي بتاخد انديفاين، تمام؟ يعني هو اوبشنال بس هو في كل حالات نمبر. يعني انا لو شلت الكونديشن دي هتلاقيها شغاله عادي جدا. تمام. تمام. نقول من الاول ايه الفرق ما بين ان انا ادي البارامتر ديفولت فاليو زي ما انا عامل كده، تمام؟ تعالى مثلا نعمل كده اد 10 20. تمام. ايه الفرق ما بين ان انا ادي البارامتر اوبشنال فاليو او ديفولت فاليو زي ما انا عامل كده، او ان انا اعرفه ان هو ايه، ان هو اوبشنال؟ ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ تمام. في الحالتين هو هيبقى اوبشنال، في الحالتين هيبقى اوبشنال، بس في الحاله دي، في الحاله دي هو يتعرف ان هو اوبشنال يا اما نمبر يا اما undefined. يعني هو ممكن يبقى موجود، لو موجود هتبقى قيمته بنمبر، بس هو ممكن ما يبقاش موجود اصلا. تمام. تمام. طب في الحاله دي، في حاله ان اديته قيمه زي ما انا عامل كده، تمام، هو برضه هيبقى اوبشنال، تمام، بس هيتعرف ان هو نمبر. بس ليه؟ لان هو لو موجود فهاخد قيمته من القيمه اللي جايه لها. يعني مثلا هو في الحاله دي بيبقى ايه ب 20، طب لو هو مش موجود هاخد القيمه من القيمه الديفولت، وهو في الحاله دي بيبقى قيمته ايه ب 10. فهو دايما موجود، لكنه في الحالتين ايه اوبشنال اللي بيستخدم الفانكشن زي ما انا عامل كده قدام. تمام. تمام. وطبعا مش محتاجين نفكركم ان لو انا عندي حاجه اوبشنال ما ينفعش الاوبشنال يبقى في الاول والحاجات اللي ريكوايرد تبقى في الاخر. يعني مثلا لو انا جيت شلت دي كده، تمام، وجيت حطيتها هنا، ما ينفعش. هتلاحظ ان الايه، ان الفانكشن اد بتتعطل، تمام، لان اللي انا عامله ده غلط اصلا. ما ينفعش احط الحاجات الاوبشنال في الاول والحاجات الايه الريكوايرد في الاخر. كذلك لو انا عملتها بعلامه الاستفهام، تمام، نفس الكلام، غلط. تمام. تمام. ايه تاني كذلك ممكن محتاجين نعرفه عن الفانكشن؟ تعالى مثلا نرجع الايه، نرجع ده اوبشن او نرجعه مش اوبشن. تعالى نرجعه كده بيساوي 10. ده احنا لو عايزين نعمل الفانكشن دي بس بشكل فانكشن اكسبريشن. يعني ازاي؟ يعني انا عايز اكومنت على الكلام ده كده، تمام، عايز اعمل const add equals، تمام، انا عايز فانكشن، الفانكشن دي بتاخد x و y، تمام، وبتريتيرن x بلس y، تمام، حاجه بالمنظر ده. تمام، فانكشن عاديه. عايز بقى اديها تايبس. اديها تايبس ازاي؟ تايبس البارامترز سهله، تمام، تايبس البارامترز سهله. هنيجي هنا نديهم ايه، نمبر عادي، وهنا ايه، نمبر عادي، تمام. طب وبالنسبه للريتيرن تايب هنيجي برضو نفس الكلام بعد الاقواس، نديله ايه، نديله الريتيرن تايب بتاعه. او لو مش عايزين نديله، هو كده كده ايه انفيرد، فهو دلوقتي عارف ان الايه دي عباره عن فانكشن بتاخد رقمين وبتريتيرن نمبر، تمام. ده لو انا بتكلم على الفانكشن اكسبريشن، تمام. تعالى بقى نشيلها ونرجع للفانكشن العاديه بتاعتنا. تمام. طيب لو عايزين نتكلم مثلا في حاجه زي الريست بارامترز، هتقول لي ايه هي الريست بارامترز دي؟ ايه؟ هقول لك افترض ان انا عايز اعمل فانكشن اسمها اد، بس الاد دي بتاخد يعني عدد غير محدود من الارقام، ممكن تاخد اي رقم. فانا ما ينفعش اقول لها مثلا انها تاخد num 1، تمام، نوعه num 1 مثلا نوعه نمبر، ثم num 2 نوعه نمبر، ثم num 3 نوعه نمبر، وما الى ذلك. ما انا مش عارف هو هيديها كام رقم، وما ينفعش اخليهم كلهم اوبشنال والحوارات اللي ملهاش لازمه دي. تمام. انا عايز اقول له ان هي بتاخد عدد غير محدود من الارقام، او تاخد يعني عدد غير محدود من الارجمنتس، تمام. فاعمل الكلام ده ازاي؟ بعمله ان انا بعمل 3 نقط كده، واقول له مثلا انها هتاخد ايه nums، تمام، انها بتاخد بارامتر اسمه nums. هو دلوقتي معترض. معترض ليه؟ معترض لان نمز ده انا مش مديله تايب. طيب التايب بتاع حاجه زي كده تبقى عامله ازاي؟ انا عايز انادي الفانكشن دي بالمنظر ده، ان انا اقول لها 10 20 30 40 50، اقعد اديها نمبرز زي ما انا عايز، تمام. وهو النمبرز دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الريست بارامتر لما اجي انادي فانكشن بالمنظر ده واديها كل النمبرز دي، بياخد الارقام دي ويحطها في الريست بارامتر ويديها لي جوه الايه الفانكشن بشكل اري. شفت انا قلت ايه؟ بشكل اري. يبقى الريست بارامتر ده بيبقى نوعه ايه؟ بيبقى نوعه اري اوف حاجه. في الحاله دي انا عارف ان هو ارقام، فهيبقى اري اوف نمبرز بالمنظر ده، او اري اوف نمبر، تمام. واقدر استخدمه جوه الفانكشن ان انا اقول له ايه nums دوت ريديوس، ان انا اقول له ايه الاكيوميليتور. انا بس ان ايه نعمل الفانكشن accumulator وكرنت، وانا بريتيرن ايه، بريتيرن accumulator بلس كرنت، وهيطلع لي كل ده ايه نتيجه جمع الارقام دي كلها وريتيرن من الفانكشن بكل بساطه. فدي فكره الايه الريست بارامترز. الريست بارامترز هي فكرتها كلها انها اري، فانا بكل بساطه لما اجي اديها تايب بديها التايب بتاع ان هو ايه، ان هو اري. هي دي الفكره كلها. طيب لو انا عايز مثلا اغير شكل الفانكشن دي من انها مثلا بت ريتيرن، لا لانها بتخزن الكلام ده، مثلا تقول له كونست اكس مثلا بيساوي الكلام ده كله، وعايزها تكونسول لوج الكلام ده، كونسول دوت لوج الكلام ده. كونسول دوت لوج مثلا تقول ايه، مثلا sum is، وتعمل كده وتقول ايه sum is x، تمام. فهي دلوقتي بتاخد الارقام، بتعمل الحسبه بتاعتها وتعمل كونسول لوج، مش بتريتيرن اي حاجه، تمام.
مش بتريتيرن اي حاجه، فانا مش محتاج ريتيرن تايب. تعالى كده نشيل ريتيرن تايب. هل كده الفانكشن مظبوطه؟ الفانكشن مظبوطه عادي، تمام، مش بتريتيرن اي حاجه. بص بقى ريتيرن تايب اللي هو عرفه لها ايه. عرف لها ريتيرن تايب اسمه فويد. لو انت جاي من اي لغه تانية غير الجافا سكريبت فانت عارف الفويد، عارف ان الفويد هو الريتيرن تايب بتاع الفانكشن، مش بتريتيرن اي حاجه. تمام. اوكي. اوكي، لكن لو انت مثلا الجافا سكريبت هي اول لغه اتعاملت معاها، فانت ممكن تستغرب الفويد ده، تقول طب ما انا عارف ان الفانكشن مش بتريتيرن اي حاجه، بتريتيرن undefined. تمام. فايه الفرق من ان انا اكتب ان الفانكشن بتريتيرن undefined وان الفانكشن بتريتيرن void؟ الفرق هتشوفه لو انت كنت بتباس الفانكشن دي، لفانكشن تاني، تمام، ساعتها يبان الفرق. تمام. الفرق يبان فين؟ يبان ان الفرق ان الفانكشن اللي بتريتيرن undefined فهي حرفيا بتريتيرن undefined، حرفيا هي ليها ريتيرن تايب او بتريتيرن قيمه معينه، القيمه دي بتكون undefined. تمام، سواء انها بتريتيرنها بقصد او من غير قصد. تمام. طب الفويد، لما اجي اكتب فويد كده، لما اجي اكتب فويد فده معناه ان انا عايز أدس... يعني اسمها ايه، عايز ارمي الريتيرن تايب بتاعي. طب ايا كان الحاجه اللي انا بعملها ريتيرن او ما بعملهاش، عايز ارميها وخلاص. يعني لو مثلا عملت ريتيرن مثلا لاكس ده مثلا، تمام، هو هيديني ايرور، ما اقدرش استعمله بالمنظر ده. بس الفكره ان انا بتكلم ان لو الفانكشن دي مثلا كانت بتروح كبارامتر لحاجه تانية، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هو هيرمي الريتيرن تايب بتاعها ايا كان هو ايه، ويتعامل معاها كانها ما بترنش اي حاجه، طالما انا معرفه ان هو هياخد فانكشن نوعها فويد. الكلام ده ممكن ما يبقاش مفهوم دلوقتي، بس هيبقى مفهوم اكتر لما نوصل لايه، لحته التايبس بتاعت الفانكشنز. تقول لي تايبس بتاعت فانكشنز ايه؟ ما احنا اوريدي في تايبس الفانكشنز. اقول لك لا، انا قصدي التايب بتاع الفانكشن كان انا ادي الفانكشن كلها تايب. يعني الفانكشن دلوقتي انا بقعد اديها تايب للبارامتر وريتيرن تايب، لا انا عايز ادي تايب واحد يبقى هو شكل الفانكشن. تمام. لو انت مثلا جاي من مثلا من سي شارب مثلا او من جافا، الحاجات دي بنسميها لامداز او بنسميها ديليجيتس. نفس الكلام عندنا هنا. او الكلوجر زي ان انا ادي تايب للكلوجر بشكل كامل، او الهاير اوردر فانكشن يعني بشكل كامل. اخر حاجه عايز اتكلم فيها بالنسبه للفانكشنز، يعني ممكن نشيل الكلام ده كله بس مش عايزينه. هو افترض ان انا عندي فانكشن، الفانكشن دي اسمها مثلا ايه، فيتش داتا. فانكشن فيتش داتا دي تروح على السيرفر، تفتش شويه داتا وترجعها لي. تمام. بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق ان هي بيبقى عباره عن عندها ايه، عن بتريتيرن لي بروميس. تمام. بتريتيرن لي بروميس دوت ريزولف. تمام. بروميس دوت ريزولف الفاليو اللي هتبروميس بيها مثلا هي ايه، داتا. تمام. فيعني احنا نفترض ان الفانكشن دي بتروح للسيرفر، بتفتش شويه حاجات، بتستعمل مثلا الفيتش اي بي اي، بتعمل اكسس، بتعمل اي حاجه، المهم انها بتعمل حاجه اسynchronous بشكل ما يعني. والحاجه دي بتريتيرن بروميس، والبروميس بيريزولف بالايه، بالداتا اللي انا عايزها. تمام. ايه الريتيرن تايب بتاع الفانكشن دي؟ هل الريتيرن تايب بتاعها بيكون الداتا، تمام، ولا بيكون بروميس جواه الداتا، ولا بيكون ايه بالظبط؟ تعالى كده نهفر على الفانكشن نشوف الريتيرن تايب بتاعها هيبقى ايه. بص الريتيرن تايب بتاعها ايه، بيبقى عباره عن بروميس اوف سترينج. ايه الموضوع ده كله؟ الموضوع ده ان الفانكشن دي اسynchronous. تمام. الفانكشن دي اسynchronous، كاني مثلا وليكن الفانكشن دي ما بتعملش اي حاجه خالص، هنشيل كل حاجه منها. تمام. كاني جيت قبل الفانكشن قلت له انها ايه، اسync. تمام. نفس الكلام. بص كده لو انا قلت له بيبقى عباره عن ايه، فانكشن بتريتيرن بروميس، اللي هو اي حاجه اسynchronous او اي حاجه بتريتيرن بروميس بتكون اسynchronous، ولازم الريتيرن تايب بتاعها يبقى معرفني انها اسynchronous عن طريق انها تريتيرن ايه، بروميس بالمنظر ده. طب ايه البروميس اللي هو بالمنظر ده؟ يعني ايه ان انا اكتب بروميس واكتب جواه كده مثلا void، او اكتب جواه undefined، او اكتب جواه اي حاجه؟ ده يا سيدي الفاضل ده جينيريك تايب. تمام. جينيريك تايب. البروميس ده جينيريك تايب بيعمل ايه، بيوصف لي او بيعرفني ان هي بروميس، بس ملوش علاقه بنوع الداتا اللي جواها، انا اللي بحط له نوع الداتا بايدي. تمام. ففي حين احنا مثلا عاملين هنا async فانكشن، الفانكشن ما بتريترنش اي حاجه، فهو قاري انها بتريترن فويد. لو انا قلت له مثلا انها هتريترن وليكن مثلا تعالى مثلا نعمل كده ايه، const x equal 10، واقول له بتريترن اكس، هتلاحظ انها بقت ايه، بقت بكل بساطه بتريترن بروميس اوف تايب نمبر. طب لو بتريترن داتا، الداتا دي اوبجكت بشكل كبير، هتريترن بروميس اوف تايب الداتا ده بكل بساطه. طب انا ليه بعرفك الكلام ده؟ بعرفك الكلام ده عشان ده اولا هيبقى دخلتنا للجينيريك تايبس. البروميس ده من اهم التايبس في الجينيريك تايبس ممكن تتعرف عليها، وهو هيبقى التايب اللي بيسهل لك فكره انك تفهم الجينيريك تايبس دي. نمره واحد. نمره اتنين، عشان تعرف برضه انت لو عندك async فانكشن تقدر تعمل لها تايبس بكل سهوله. تمام. عن طريق انك ايه، انك تعرف الداتا الفانكشن دي بتريترن ايه، وتعرف الريتيرن تايب بتاعها ان هو بروميس اوف الايه، ايا كان الحاجه اللي انت بترجعها. تمام. بروميس بالمنظر ده. تمام. ولاحظ ان البروميس ده جلوبال تايب، مش محتاج اعمل له امبورت من اي حته، هو موجود في كل وقت وفي كل مكان. احد الاسباب اللي احنا اتكلمنا برضو عن البروميس تايب هو ان انت لو بتستخدم الفيتش اي بي اي، وليكن مثلا انت بتفيتش داتا، فبتقول له مثلا انا عايز ريتيرن او ويت فيتش. تمام. ان انا مثلا بفيتش شيء ما يعني، تمام، بفيتش مثلا
اي URL مثلا هنا ايه بفتش URL معين يعني. تمام. فالفيتش دلوقتي عشان احنا مثلا ممكن في نود مش في البراوزر، بس يعني احنا لو في البراوزر فالفيتش الريتيرن تايب بتاعها اني، بتريتيرن لك اني. تمام. كذلك مثلا ان انت لو بتاخد داتا مثلا، الفيتش مرجع لك داتا، والداتا دي بتعمل لها جيسون دوت بارس، فالجيسون دوت بارس برضه تعالى كده نشوف الجيسون دوت بارس بترجع ايه. لو قلنا مثلا هنا ايه جيسون دوت بارس، الجيسون دوت بارس ايا كان الاوبجكت اللي هي بتاخده. تمام. يعني مثلا لو حطينا ده كده في سترينج، تمام، قلنا له جيسون دوت بارس بتريتيرن ايه، بتريتيرن اني. فانت ما تقدرش تعتمد على الجيسون دوت بارس او على الفيتش عشان تطيب الفانكشن بتاعتك صح. تمام. فانت ساعتها تحتاج تعرف الجيسون دوت بارس دي بتكون بترجع ايه، وليكن مثلا بترجع لك اوبجكت، الاوبجكت بتاعته مثلا الاوبجكت ده عباره عن، يعني هو بترجع لك اوبجكت، الاوبجكت ده فيه داتا، الداتا دي عباره عن مثلا نيم سترينج وايج نمبر مثلا، يعني بالمنظر ده. تمام. هي بتدي لك حاجه بالمنظر ده، بس هي اسync فانكشن وفيها فيتش وفيها حاجه او ويت وفيها كل الكلام ده، فهي مش بتدي الشكل ده، لا هي بتدي البروميس. البروميس لما يريزولف بيريزولف للايه، للداتا دي، فنديها التايب بالمنظر بتاعها. تمام. فاحنا كده نكون اتكلمنا عن الاوبجكتس، اتكلمنا عن الفانكشنز والبارامترز والريتن تايبس والريست بارامترز، واتكلمنا عن الاوبشنال بارامترز وحاجات تانية كتير، ومن ضمنها الاسync فانكشنز والفانكشن اكسبريشنز. فانا كده اقدر اقول لك ان انت ممكن مثلا معاك 60 70% من التايبس انت ممكن تستخدمها يعني يوميا. يوميا انت مجرد بتعمل انك مجرد تكتب فانكشنز بالتايب الفانكشنز دي، بتكتب اوبجكتس بالتايب الاوبجكتس دي، وكل الكلام ده. الحاجات اللي بعد كده هتكون ايه، الحاجات اللي بعد كده هتكون بتستخدم الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو ده والفيديو اللي فات عشان نعمل منها تايبس اكبر وتايبس احسن. معظم الكلام هيكون على حاجه زي كده. تمام. فبس ده كان كل اللي عندنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. الشير واللايكس والكومنتس من اكتر الحاجات اللي بتساعد القناه دي انها تنتشر، تمام، والمحتوى ناس اكتر تشوفه. تمام. فلو عجبك ما تبخلش علينا بحاجه زي كده، واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.